السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ حلقة جديدة من سر الطبيعة مع بويس. ما تنساش نعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنتكلم على سر جديد لنبات موجود حوالينا وإحنا مش عارفين قيمته. هنتكلم النهاردة على الورد البلدي. سيبك من الورد البلدي، منظر جميل وبنهديه لحبايبنا وشكله حلو في الجنينة أو في الفاز أو مش عارف إيه الكلام ده كله. لأ، إحنا بنتكلم على الفوائد الصحية اللي بناخدها من الورد البلدي. والورد البلدي كده بيستخدموه من زمان قوي، من أيام الفراعنة، في العلاجات الطبيعية وفي مستحضرات التجميل. فالموضوع مش جديد علينا، لكن إحنا هاملينه. فإحنا عايزين نرجع هيبة الورد البلدي دي. طيب الورد البلدي بنستخدمه في إيه؟ أول سر للورد البلدي وهي مية الورد. مية الورد من لو حطيناه على البشرة بيعالج الالتهاب بشكل فظيع. لو في التهابات في البشرة أو كده بيعالجها، بيدي إشراقة وبينور البشرة وبشكل جميل جدا، لدرجة إن أنت بتحسي إن بشرتك تبقى فاتحة درجات أعلى كمان بعد استخدامه. هالات السوداء، الرينكلز اللي بتبقى حوالين العين وكده، الورد، مية الورد من ضمن الحاجات اللي بتعالجها بسرعة جدا. طب ده للبشرة. طب نيجي نتكلم بقى للشعر. إيه فايدته للشعر؟ لو إحنا بنستخدم مية الورد مخففة وبغسل بيها شعري بمية دافية شوية، تمام، يعني بخففها بمية دافية شوية، هتحس بانتعاش في فروة الراس بشكل فظيع. غير كده إنها بتقلل القشرة، فبالتالي بتعالج معانا القشرة. وكمان بيستخدموه كهير ماست، لما بيحطوه مع زيت الجوز الهند أو كده بيستخدموه كهير ماست، بيدي ريحة حلوة جدا للشعر، وبيضيع ريحة الشعر اللي هي المكتومة بسبب إن طبعا في حجاب، درجة الحرارة، الكلام ده كله. طيب بالنسبة بقى للصحة العامة، مية الورد هنخليها على جنب. لا، احنا هنتكلم بقى في شاي الورد. ايه شاي الورد ده؟ ده سبحان الله حاجة جميلة جدا للصحة النفسية. لو شربنا كوباية شاي ورد دافي، طعمه أولا تحفة، بيهدي الأعصاب وبيشيل التوتر، بيخلي نومك أهدى وأعمق، بيساعد إن هو بيقلل عسر الهضم، يعني بيساعد معاكي في الهضم، بيعالج موضوع الغازات. لو احنا شمينا بس البخار بتاعه، تخيلي ان هو بيقلل ضغط الدم وبيهدي ضربات القلب. تخيلي ريحته، البخار اللي هو طالع من شاي الورد بيعمل معانا كده. تخيلي بقى لو شربناه هيعمل ايه. طيب الوصفه بتاعتنا بقى ازاي ان انا اعمل ماسك من الورد هيفرق معاكي بعد ربع ساعه بالظبط بعد استخدامه. ايه هو؟ هنجيب معلقه ميه ورد مع معلقه عسل نحل مع معلقه زبادي، نخلطهم كويس قوي مع بعض ونفردهم على البشره ونسيبهم ربع ساعه. بعد كده نفركهم وبعد كده نغسل وشنا. هتلاقي بعد الربع ساعة دي اختلاف في بشرتك بشكل فظيع. طيب خلي بالكم برضو انها زمان، مش عارف بقى، في الناس الكبار هيعرفوا ان كان في حاجة اسمها مربى ورد. مربى الورد دي انا مش عايز اقول لك انها كانت بتحسن الحالة المزاجية للناس ازاي. شفت الورد بقى بدل ما نشمه ونشوف شكله ونحطه في الفاز والكلام ده كله، نقدر نستفاد بيه ازاي؟ لو الحلقة دي عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مع اسرار مطبخك العلاجي. وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنت تحب تستخدم الورد البلدي ازاي. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.